السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبأحسن حال. انا نورة حسن، ولو بتشوفوا قناتي لأول مرة ما تنسيش تشتركي فيها وتعملي لايك للفيديو لو الوصفة بتاعت النهاردة عجبتك، وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل اشعار بأي فيديو جديد بينزل دايما عندي. ويلا بينا كده نقول بسم الله ونبدأ بوصفة النهاردة هنعمل مع بعض سجق بلدي بطريقة سهلة وبسيطة خالص جدا جدا وبدون اي تعقيدات. اول حاجة هنحط معلقة سمنة وهنستنى كده لحد ما تسيح او زبدة زي ما تفضلي، يعني المادة الدهنية اللي انتي حباها. تمام. وبعد كده اول ما تسيح كده معايا المادة الدهنية هنبدأ نحط السجق زي ما انتوا شايفين كده. انا فصلت كل واحدة عن التانية بس مش هقطعهم، وطبعا مش هنسلقه. ما تحاوليش ان انتي تسلقيه، يعني انا شايفة ان هو لو اتسلق بيفقد طعمه. يعني هو اصلا بيبقى متبل ومتبهر وبيبقى معمول حلو جدا، فمش بيبقى محتاج غير ان هو يتسوى، بس ان انتي تسويه بس زي ما انا ما هعمل كده النهارده. لكن لو انتي هتيجي تسلقيه وتحطيه في ميه علشان يتسلق، طبعا هينزل كل التوابل بتاعته والبهاريز بتاعته في الميه دي، فهتبقي مش حاسه بطعمه وتحسي ان هو ما استلذتهوش، يعني مش حلو. فياريت تعمليه زي ما انا ما هعمله كده النهارده، وان شاء الله تجربيه ويعجبك. انا حمرته كده زي ما انتوا شايفين، وهشيله بقى دلوقتي كده على جنب علشان هنقطعه. ما ينفعش نقطعه وهو ني علشان اللحمة بتاعته ما تطلعش، لازم تخليه كده ياخد صدمة ويبقى لونه ذهبي، وبعد كده نبدأ ان احنا نقطعه. طبعا في مكان بقى السمنة بتاعتنا كده في نفس الطاسة هنحط البصلاية كده صغيرة او متوسطة مبشورة على حسب بقى الكمية اللي انت عاملاها. انا هخلي بس انا عايزة البصلاية تاخد لون ذهبي. تمام. نيجي بقى هنا كده للسجق هنقطعه كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. بصوا، لا بيتفتت معايا ولا اي حاجة، بس هو عشان طبعا سخن جدا فانا قلت بقى استعين بالشوكة، هتساعدني يعني في التقطيع وكده، لان انا طبعا مش هستنى عليه يبرد لان انا حاطه البصل على النار. فعايزة ان انا البصل بتاعي ياخد اللون الذهبي وهحط عليه السجق على طول. هنقطعه كده، ما يبقاش صغير ولا هو كبير ولا هو صغير، يعني الحجم المعقول زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا هو سخن عشان كده انا قلتلكم ماسكه الشوكه، ماسكاه بالشوكه كده وبقطعه، يعني برضو تقطيعه سهله اهي لو انتي برضو مستعجله وكده ومش هتستني عليه ان هو يبرد. تمام. هو كده يا جماعه لسه يعني ني او استوى نص سوا. تمام. لكن ما استواش سوا كامل، هو بس يا دوبك ياخد اللون الذهبي وتطلعيه زي ما انت شايفه كده، وتبداي ان انت تقطعيه وتحطي البصلايه على النار. طبعا هو بيبقى نازل كل الدهون اللي فيه على الماده الدهنيه اللي انت بتبقي حطاها، فهو بيصفي الدهون بتاعته، فبيبهر كمان البصلايه والطماطم. زي ما انتوا شايفين دلوقتي انا حطيت طماطم، كنت بشرة 3 طماطمات وحطيتها كده على البصلايه اول ما اخدت اللون الذهبي زي ما انتوا شايفين، وهقلبهم كده مع بعض. بصوا بقى التوابل، انا مش هحط توابل كتير، انا زي ما قلت لكم اصلا السجق بيبقى جاي متبل جاهز، فمش محتاج ان انت تحطي له توابل كتير، وخصوصا الملح. خلي بالك من الملح علشان ما تحطيش ملح كتير فيحدق منك، لان هو برضو بيبقى مملح. انا حطيت رشة من الفلفل الاسود، واحط رشة ملح بسيطة جدا جدا، يعني اللي هو اكني بتبل او بملح البصل والطماطم، لان هما الحاجتين اللي عندي مش مملحين، لكن السجق عندي مملح، فانا هحط حبة ملح خفاف، رشة ملح بسيطة على الطماطم والبصل كده زي ما انتوا شايفين، ورشة الفلفل الاسود اللي احنا حطيناها، وربع معلقة صغيرة من الكمون. تمام. بس هي دي التوابل اللي انا استخدمتها، 3 حاجات دول ملح وفلفل وكمون، ما استخدمتش اي حاجة تاني. وصفة سهلة وسريعة وبسيطة وما بتاخدش اي وقت خالص، يعني لو انت مستعجلة وعملتيها هتلاقيها انجزت معاكي جدا في الوقت، يعني مش هتاخد معاكي وقت اي وقت خالص، هتخلص بسرعة ان شاء الله. بعد ما شوحنا بقى كده الطماطم شوية، حطيت عليها كده السجق زي ما انتوا شايفين، زي ما هو متماسك ما شاء الله، ولا فك ولا اي حاجة خالص.
فالخطوات اللي احنا مشيناها مع بعض دي مهمة جدا يا جماعة. دلوقتي هنا كده انا حطيت حوالي ربع كوباية من المية علشان طبعا يستوي كويس جدا. طبعا هو خلاص واخد صدمة من الاول ومتحمر ومتقطع، فمش هيفك في حبة المية اللي احنا حطيناهم دول، لا احنا بس عايزينه يستوي عشان طبعا ما يتحرقش منك على النار. فانت هتحطي شوية مية صغيرين، ربع كوباية مية، لقيتيه خلاص اتشربهم واستوى خلاص جدا، بألف هنا تقدمي السجق. لقيتيه لسه ني شوية، خلاص زودي شوية مية تاني لحد ما يتشربهم، برضو ربع كوباية مية تاني لحد ما يتشربهم، وبعد كده قدميه بألف هنا. انا عملت سندوتشات بقى عيش فينو كده زي ما انتوا شايفين. انت ممكن تقدميها جنب مثلا مكرونة، بطاطس محمرة، شيبسي، في عيش بلدي، جنب طحينة، زي ما تحبوا، مع مخلل، زي ما تحبوا تاكلوها بألف هنا. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفة ديت وان شاء الله تعجبكم. بجد طعمه حلو جدا جدا والله العظيم، يعني مش بجامل عشان انا اللي عاملاه يعني، مش بجامل نفسي قدامكم يعني، بس هو بجد لو جربتوها هيعجبكم جدا ان شاء الله. ما تنسوش بقى لو الوصفة بتاعت النهاردة سهلة وبسيطة تعملوا لايك للفيديو وكومنت حلو عشان تشجعوني اعمل لكم فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.